يقول من الذي يحسم المسألة وأنه تأخذ معنى كلام الدكتور؟ من أين تعرف حكم الله الواقعي؟ بهذا الزمان ما أقدر أعرف حكم الله الواقعي. أنا أعترف وأنت هم تعترف، بس أنت اعترفت بهذا متى؟ من بعد وفاة رسول الله. هذا الفرق اللي بيني وبينك. أنت من بعد رسول الله قلت خلاص ماكو حكم واقعي، ماكو دين كامل. هذه هي الحقيقة اللي أنتم ما ترضون تقولونها للناس. دكتور، مو أنا اللي جاي أخدع الناس، والله وبالله أنتم جاي تخدعون الناس بالشعارات. أنتم تقولون لا يوجد حكم واقعي، وخذ من هذا العالم وخذ من هذا، وكلهم. شلون يزيد يمثل الله؟ أنت تقول الآن كلهم يمثلون الله. الله أكبر. يزيد وما فعله يزيد، ما أقول الإمام الحسين، يزيد ما فعله بالمدينة المنورة، افتضت 1000 فتاة بكر، هذا يمثل الله. هذا يمثل الله اللي أرسل جيش لمدينة النبي وربطت الخيول في مسجد النبي وقتل 10,000 إنسان مسلم، منهم مئات من قراء القرآن، وأكثر من 1000 فتاة بكر افتضت. يا دكتور، ذني بنات الصحابة، بنات المهاجرين والأنصار. هذا يمثل الله. عبد الملك يمثل الله، وعبد الله بن الزبير يمثل الله، ابن حجر يمثل الله. إذا هالشكل الأمور كلش طيبة دكتور، كلش طيبة. عدل أنت أي واحد تتمسك به يمثل الله وانتهى الموضوع. هذا المعنى نحن نرفضه جملة وتفصيلا، حتى ما يحتاج تجاوب عنه. العقلاء أنتم إذا تقبلون هذا دين الله بهالشكل، أن كل واحد من دول الحكام اللي يزني، الدكتور ايش قال؟ قال إذا ارتكب كبيرة ما ارتكب كبيرة، عفوا إذا كفر ما كفر، من زنى ببطن، عفوا من زنى بأمه. يا ريت الدكتور الآن أمامكم يقول هذا الحاكم اللي زنى بأمه ولاط بأبيه في ليلة القدر في شهر رمضان يمثل الله، ولكن فعله هذا حرام. يا ريت الدكتور يقول هذا الكلام أمام الناس. يقدر؟ وهي هذه عقيدة الدكتور، يمثل الله كما قال هو. إذا يقدر يقول هذا الكلام أنا بعد أسكت، كل شيء ما أحكي، أقول له خلاص أنت دكتور أنت حققت المراد من المناظرة. إذا تقبلون هذا الدين فهذا شأنكم. ما أدري، خلص وقت الظاهر وتجاوزت وقتي يمكن.